السلام عليكم، تحية طيبة، مرحبا بكم الإخوة والأخوات في الحلقة ديال اليوم. الخصم المقبل المنتخب ديال تنزانيا في ثمن النهاية كأس أفريقيا المغرب 2025. أول حاجة الخوت سنة سعيدة، كل عام وانتم بخير، يا ربي يدخل عليكم الصحة والسلامة وباش ما كتمناو، وكل واحد اللي عنده شي أمنية يا ربي يحققها ليه ويحقق لنا الأمنية اللي عندنا كاملين اللي هي الكان. فعلى بركة الله الإخوة نهضروا على المنتخب ديال تنزانيا، الخصم ديالنا في المباراه ديال ثمن النهايه اللي منها غادي يبداو يبانوا لك المعالم ديال الكان كيفاش غادي تمشي فيه، البيست اللي غادي تشد، الامور ديالك كيفاش غادي تبان لك من ثمن النهايه. فالماتش اللي جاي غادي يكون مع واحد الخصم اللي داز هو احسن ثالثه وداز كاضعف احسن ثالثه بجوج ديال النقاط، في الوقت اللي كاينين المنتخبات عندهم كلاسمو مزيان وارقام مزيانه ما دازوش، ولكن المنتخب ديال تنزانيا في الكلاسمو ديالو جا هو الثالث في الجروب ديالو، جروب اللي ما كانش سهل. كان عندهم نيجيريا، كانت عندهم تونس، وكانت عندهم المنتخب ديال اوغندا. الماتشات ديالهم نرجعوا ليهم ونهضروا على الترتيب. فالترتيب هو هذا: دازت نيجيريا هي الاولى ب9 ديال النقاط، العلامه الكامله. دازت تونس هي الثانيه ب4 ديال النقاط، وداز المنتخب ديال تنزانيا هو كاحسن ثالثه بجوج ديال النقاط، ناقص واحد، ماركاو 4 ماركاو 3 ودخلوا عليهم 4 ديال الاهداف. تونس الخوت لعبات معهم واحد الماتش كانت كتقلب باش تكونفيرمي، في الوقت اللي كانت تونس ربحات كونتر اوغندا وخسروا مع نيجيريا، كانوا كيقلبوا باش يدوزوا مع المنتخب ديال تنزانيا. كاين اللي يقول بانه في الاول قبل ما يتلعب الماتش تونس اللي فافوري رابحه الى اخره، هي فافوري على الورق، ولكن في الماتش عذباتهم تنزانيا. تونس كانت كتقلب تدوز وتربحهم، ما قدرتش تربحهم، تعادلوا بواحد لواحد. تصور معايا هذا الماتش ديالهم مع تونس كون كان في دور الثمن، في دور الربع، يجروا تونس مثلا الاشواط البيلاتيات ويقدروا يخرجوهم. فمنتخب بحال تنزانيا اللي بزاف ديال المغاربه ربما حاقرينهم كيقول لك على الورق ضعاف، على الورق ضعاف، ولكن ميدانيا خصنا ندخلوا دايرين في بالنا واحد على انه ما نحقروش تنزانيا. ربحوا تنزانيا ب3-0 ب4-0 ب4-1، ديك الساعه صافي عاد نعتبرهم ضعاف وندوزوا المرحله اللي من موراها اللي هي ربع النهايه. فما نبغيش على انه حنا كجمهور نرجعوا ناخذوا تنزانيا بحال خدينا البنين ديال 2019، عقلتوا عليها بحالها نفس الوضعيه. في الماتشات ديال تنزانيا كان عندهم ماتش الاول كونتر نيجيريا 2-1، اتونسيون ما ماركاو على نيجيريا واستقبلوا 2 ديال الاهداف. الماتش الثاني ديالهم مع اوغندا تقريبا نفس الخصم، نفس الستيل، نفس الحجم، نفس المستوى، 1-1. والماتش الاخر ديالهم كونتر تونس، وهذا الماتش كونتر تونس جايه لعندهم، جات لعندهم بهزيمه مع نيجيريا، وجات عندهم بفوز كونتر المنتخب ديال اوغندا، بمعنى انها ملي وصلت تونس الماتش الاخر ديالها في الجروب مع تنزانيا كانت جايه عندهم تونس يلاه ب3 نقاط. تونس كانت باقا ما دايزاش ملي لعبات مع المنتخب ديال تنزانيا، كانت باقا ما مكونفيرمياش، خصها تربح باش تدوز او تعادل باش تدوز. كانوا كيقلبوا على الربح ولكن راه ما قدروش يربحوا كونتر تنزانيا، تعادلوا ب1-1. بمعنى هذه الفرقه هذه راه خصنا الخدمه معها، التركيز معها، ونفس العطاء اللي كان ديال اللعابه ديالنا والرغبه ديالهم اللي كانت في الماتش ديال زامبيا نفسها خصها تكون مع تنزانيا. فخلينا على بركه الله نمشيو ونهضروا على المنتخب ديال تنزانيا، وناخذوا بالمساعده ديال محلل الفيديو ديال فريق العمل ديالنا زياد بن يونس، لان ناخذوا المنتخب ديال تنزانيا في الامور ديالو الدفاعيه كيفاش كيدافعوا، اللي نعطيكم كفكره اوليه. منتخب ما مستقرش على فورماسيون وحده، لعبوا ب4-2-3-1 في ماتش، لعبوا ب5-4-1 اللي كانت مبنيه على 3-4-1-2. فمنتخب اللي ما عندوش واحد الرسم تاكتيكي محطوط، كيبدلوا كل ماتش، كيقدروا انهم يبدلوا الفورماسيون ديالهم والوقفه ديالهم. وحاجه اللي مشتركه ما بين الماتشات كاملين هو انه فرقه اللي كتساين وملي كتكون خاسره عاد كتخرج انها تلعب. فالفكره ديال المنتخب ديال تنزانيا ممكن انه في كل ماتش يعطيك واحد الخطه معينه، واحد التشكيله معينه، واحد الوقفه معينه، زائد عندهم مشاكل في حراسه المرمى بسبب الاصابات اللي كانوا تعرضوا للحراس ديالهم بجوج، وحتى الحارس ديالهم اللي اعتمدوا عليه في اخر المباريات سيرتو في الماتش ديال نيجيريا، كانوا داروا ماتش كبير صراحه، قدم ماتش كبير، وكان من احسن اللاعبين في الماتش بالتصدي ديالو ل8 ديال الكواري، 8 ديال لي باراد. فهذه كفكره اوليه. ناخذوهم في الحاله الدفاعيه كيفاش كيوقفوا، ناخذوهم في الحاله الهجوميه
ناخذهم كذلك في نقاط الضعف وناخذهم في الكرات الثابته. فعلى بركه الله بدينا. الوقفه ديالهم ب4-4-2 بلا. فهذه الفكره ديالهم على انهم ما يضغطوش عليك، ما يبريسيوش، كيبقاو كيساينوا كيسدوا باش انك ما تلعبش ليهم لداخل، تلعب برا وتمشي في الاطراف وفي الجناب. فهذه الفكره ما كيعتمدوش على الضغط، كيضغطوا في حاله واحده، هي ملي كتكون انت باني اللعب في الوضعيه ديالك ستاتيك، ملي كتكون تخرج الكره من الحارس والمحاور. ملي كتزيد بالكره ما كيبريسيوكش، كيبقاو كيساينوا بسبب حاجه واحده، عندهم مشكله لداخل. ولو كيساينوا ب4-4-2 ماشي شي فرقه اللي مسوديه، ماشي فرقه كومباكت، عندهم مشاكل كبيره لداخل. وهذا الشيء اللي نشوفوا ملي نمشيو للحاله ديالو في نقاط الضعف. هذه هي الفكره، كيلعبوا لهم الخصوم لداخل بزاف 4-4-2 بلا. نفس الطريقه داروا حتى مع المنتخب ديال تونس اللي ناخذوا الفيديو اللي كيبين لنا بانهم 4-4-2 بلا. هي هذه الوقفه ديالهم، كيسدوا لداخل. ثاني مهاجم ها هو محاول انه يدير الماركاج اللعاب ديال الميليو تيران ديال المنتخب ديال تونس، كيف ما داروه كذلك مع المنتخب ديال نيجيريا. خضينا الماتش ديالو مع تونس وخضينا الماتش ديالو مع نيجيريا، ما خضيناش الماتش ديالو مع اوغندا، حيت الا بغينا نديروا لهم تحليل للمستوى ديالنا راه كاين تقارب ما بين الوضعيه ديالنا مع نيجيريا وكذلك مع تونس، ماشي مع المنتخب ديال اوغندا. الفكره ديالهم هي 4-4-2، كيساينوك بها، كيحاولوا انهم غير يساينوا ما يزيدوش. بعض المره كيوقفوا بهذا 4-5-2 دايموند، بعض المره كيوقفوا بها. ما عندهمش واحد الخطه معينه انهم يعتمدوا عليها في الماتشات كاملين، ولكن الفكر واحد، عندهم فكر واحد، يبقاو كيساينوا. بعض المره كيبدلوا الرسم، ولكن الفكر ما كيتبدلش على انهم يساينوا. عندهم مشاكل كبيره لداخل. فهاد الشيء اللي غادي نشوفوه ملي نهضروا على نقاط الضعف ديال هذا المنتخب، هذا اللي نمشيو ناخذوا نقطه الضعف ديال المنتخب ديالهم، اللي من طبيعه الحال هنا كيسدوا لداخل. انت مرجع الكره في الحاله ديال البناء، كيخليو لك الكره وكيبقاو كيساينوك، ما كيزيدوش لعندك في خطره. ممكن انك تزيد تلعب لهم لداخل. النظام الهجومي ناخذوه بعدا، فرقه كتهاجم 4-2-3-1 اللي بدلوها في واحد الماتش ولعبوا ب 5-4-1 اللي هي 5-4-1-2. كيلعبوا بنصوفا وساماطا اللي باقي كيلعب ساماطا، راكم عاقلين عليه. الخصوم اللي لعبوا معاهم اغلب الخصوم ديالهم كانوا كيعتمدوا لهم على واحد السلاح اللي هي كيلعبوا لهم لداخل، سيرتو نيجيريا عندهم مشاكل اللي هي لداخل. فرقه اللي عندها مشاكل اللي لعبتي لها لداخل، ما فرقه ما مسدوداش، ما عندهاش واحد الطريقه الوقوف ديالها شي قريب لشي، يعني عندهم تباعد ديال الخطوط ديالهم، ممكن تلعب لهم داخل. نهضروا بعدا على النظام الهجومي ديالهم 4-2-3-1. عندهم واحد الفكره كيلعبوا عليها، كيخويو دائما بهذا الشكل هذا. هذا اللاعب اللي كنشوفوه هنا مصوفا كان واقف كاليي فوق اليي، خوا اتاكا لداخل المحاور باش يفيكسيهم ويسحب معاه حتى لاتيرال غوش ديالك. والفكره انهم يطلعوا الدو ديالهم يدير سونطراج، البقيه كيمشيو للجهه المعاكسه كيستقبلوا الكره اللي كتجي من العرض باش يدخلوا كاملين ويضربوها بالراس. هذا البروجي جو ديالهم اللي كيتكرر بزاف في العمليه الهجوميه ديالهم، هي دي الفكره. كيوقفوا مزيان، كيسحبوك وكيحرروا الكولوار دائما في اليمين، واللعابه الاخرين في اليسار كيطلعوا انهم يستقبلوا الكره اللي جايه من العرض، بما فيهم حتى لاتيرال غوش ديالهم حتى هو كيطلع بزاف. نمشيو نشوفوا، هي هذه الفكره. هنا مع المنتخب ديال نيجيريا نفس الفكره. المنتخب ديال نيجيريا غادي يمشي في اندو، غادي ياخذوا الكره، غادي تسحب هنا، وغادي نشوفوا بانهم كيعتمدوا بزاف على هاد اللاعبين هادو ديال الاطراف، سيرتو مصوفا من اللعابه اللي كيعولوا عليهم. هذه الفكره، غادي ياخذوا الكره بهذا الشكل هذا، غادي يديوك اليسار، والهدف هو انه ديماري ويحرر الاسباس في ظهره. هو ديمارا حرر الاسباس في ظهره، كيقلبوا اللعب للجهه اليمنى باش انهم يديروا سونطراج. هي دي الفكره، والبقيه كاملين كيدخلوا انهم يستقبلوها. هذه الفكره اللي كيلعب بها المدرب ديالهم بالتكرار. هذا هو البروجي جو ديالهم، مخدوم بحال هكا، وفرقه اللي عندها مواهب فرديه مزيانه. نفس الفكره غادي يديروا، يدفقوك اليسار ويخويو اليمين ويجيبوك اليمين. هنا داوك اليسار جليساو بيك، ها هما يحرروا اسباس، ها هو غادي يدخل، ها هو تحرر اسباس، غادي يدير لابيل دو بال، يشونجيو اللعب ويقلبوا انهم يديروا سونطراج. الوقت اللي دخل هذا اللاعب وجليسا في الوقت اللي عاقوا بهم نيجيريا كيفاش لاعبين، يبدلوا على انهم واحد جوج، ولكن نفس الفكره غادي نستقبلوها بسونطراج في لابواط. هذه هي الفكره ديالهم. البريسينغ ديالهم ملي كتكون كتخرج الكره كيبريسينغيو بزياده عدديه باش ما تخرجهاش. الا غلطتي طيح في هذا الفخ هذا اللي ماركاو به على المنتخب ديال تونس من فراب من برا، ففرقه كتزعم وكتماركي. فهذه الفكره ديالهم الهجوميه. نمشيو للمشاكل اللي كتعلق بنقطه الضعف ديال هذا المنتخب هذا، اللي من طبيعه الحال اي فرقه عندها نقاط قوه ومعها عندها نقاط الضعف. نقاط الضعف ديالهم كيتبناو على جوج حوايج.
الحاجه الاولى هو انهم كيبقاو كيساينوا، وملي كيكونوا كيساينوا عندهم واحد المشكله كبيره، على انها فرقه ما مسودياش مزيان. عندهم اللاعبين ديال الدفاع واللاعبين ديال الميليو واحد الكولوار كيبقى خاوي فين تاخذ البالون. الا عندنا الجوده ديال دياز في الانصاف المساحات، السيباري في انصاف المساحات، وعز الدين اوناحي كطعم اللعابه في الانصاف المساحات، نعذبوهم وناكلوهم، وهذه نقطه الضعف ديالهم. ففرقه عندها مشاكل لداخل الاولى. ثاني حاجه لاطيرال الكوش ديالهم كيطلع بزاف يعاونهم، كيبقى الظهر ديالو خاوي. اذا هي هذه كيف ما ديجا ذكرنا 4-4-2. نيجيريا غادا تلعب لهم لداخل، هما واخا سادين هو غادي يخرج ياخذها. هذا هو المشكل اللي عندهم، ترعه كبيره من مورا الخط ديال الضغط ديالهم الثاني ديال الميليو تيران. نفس الحاجه 4-4-2 نيجيريا تبني من التحت. هذا الخط عندهم فيه مشكله، على انه لداخل كيبقى عندهم مشاكل كبيره، سهله تاخذهم بالاندوات وبلابوي. ها هي المشكله اللي نفسها كتكرر كانها اعاده، ولكن ماشي اعاده، هجمه اخرى ولقطه اخرى اللي مشى فيها اوسيمين. هذه الطريقه هذه اللي بانت كونتر نيجيريا عندهم فيها مشكله. 4-4-2 لداخل غادا تلعب لهم نيجيريا في لابوي، نفس المشكله، ما كيكوفريوش ليسباس اللي كيبقى لداخل. يعني هذاك الخط 4 اللعابه اللي كيمشيو كجدار اول ديال الضغط، ممكن اي لاعب كيعرف يتموضع، اللي منهم السيباري ودياز كيعرف يتموضع في ما بين الخطوط بجوج، ما بين الخط الدفاعي والخط الهجومي. اكبر مشكله واكبر معضله ممكن تاكلهم منا وتاخذهم منا الضغط الاول اللي بغاو يضغطوه هنا بجوج ديال اللاعبين، خداهم هذا في الظهر ديالهم، وعندهم مشكله حتى ملي بغاو يضغطوا هنايا وقليل فاش كيضغطوا. هذاك الضغط الموضعي ها هو الاسباس عندهم بقى خاوي. لاطيرال غوش عندهم غير غادي، غير طالع، كيخوي بلاصتو بزاف، ساهل انك تاخذه في الظهر ديالو. كيف ما كنشاهدوا هذه اللقطه، ها هو خوا بلاصتو وكيخلي لعابه اخرين يكوفريو عليه. فساهل الا كانوا عندك لعابه رابيد وصراع بسهوله تاخذهم، لان شفنا الهدف ديال اوسيمين ساهلين. ها هو خداهم عاوتاني بنفس المبدا، على انهم خداهم من مورا اللعابه اللي مشاو بريسينغ بهذاك الضغط الموضعي. لاطيرال غوش ديالهم نفس الحاجه، كانك كتشوف التكرار، ساهل تاخذه في الدار ديالو. وهنا كنشوفوا نيجيريا كيفاش كتاتاكيهم من هذيك الجهه نفسها اللي هي اليسار. هنا خارجين بالكره، غادي يتزاد حتى هو باش يخوي بلاصتو، خواها، خضاتهم كذلك بلابيل دوبال ديال اوسيمين في الدار ديال لاطيرال غوش. عندهم مشكله، عندهم طرف ديال الخبز في هذه الجهه هذه، ساهل تاخذهم وتمشي لهم في الدار ديالهم. كذلك مع تونس نفس الفكره، غادي يطلع لاطيرال غوش ديالهم، رجع عليهم ترانزيسيون رابيد، يلعبوا لهم لداخل ولا يقلبوها للجهه اللي خاوي لهم اللعاب. عندهم بجوجهم دو الطروه كيطلعوا بزاف دفعه واحده، ما كيديروش التناوب، كيخليو ليسباس في الظهر ديالهم خاوي. فممكن اي فرقه رابيد عندها الالي اليمين ولا اليسار مزيانين، سهل تاخذهم. هي بلاصتو بقات خاويه، غادي يعطاوكيهم منها المنتخب ديال نيجيريا بسهوله. اوسيمين بالسرعه ديالو كنشوفوا كيفاش انه كيوصل. فكفكره على المنتخب ديال تنزانيا هما هادو الافكار اللي عندنا فين ناخذهم. ساهلين بصراحه، ساهلين، ولكن ساهلين بمعطيات رسميه بناء على تحليل الفيديو ديالهم. اما كماتش ما تقول ساهلين تعمرهم، انت تكون عندك فعاليه. اما اللي كنتي انت اسهل منهم ولا اضعف منهم ما تخليهم حيين. كفرقه ما خصكش تخليه حيه، كل ما دخلتي مزيان ماركيتي عليهم في هذيك 10 دقائق الاولى، هنيئا لك تعمرهم. عذبوك وبداو كيعطلوك وما ماركيتيش عليهم، يخرجوا لك ماتش صعيب. ولكن كنامن بواحد الفكره، على انه لقينا واحد سكواد مزيانه، 11 لاعب مزيانه، اللي ان شاء الله الحلقه اللي جايه نديروا احسن تشكيله اللي ممكن تلعب. ما نبقاش ندير توقع التشكيله، نولي ندير احسن تشكيله اللي ممكن تلعب، انطلاقا من الشوفه ديالي المتواضعه كواحد محب للمنتخب المغربي، شغوف بالمنتخب المغربي، وكنتفرج بزاف بالمنتخب المغربي وطبنا بالمنتخب المغربي. فالتشكيله اللي كنشوف انا حسب الشوفه ديال المتواضعه هي الافضل والانسب لينا باش نكونوا مزيانين. فهذه الفكره باش نوضحوا الامور. نمشيو دابا حطينا ديك التشكيله المزيانه اللي لعبات كونتر زامبيا، ناخذوهم بنفس الطريقه اللي خدينا بها زامبيا. لا مشينا بنفس المعقول وبنفس الاجتهاد وبنفس الخدمه باش نشوف ان شاء الله ندوزوا علينا تنزانيا وندوزوا للدور الموالي اللي هو الكارت فينال. من بعد ان شاء الله نمشيو ماتش بماتش. الكره الثابته ما عندهمش الصراحه شي خدمه كبيره، كفرقه كدير نفس المبدا ديال الفرق اخرى اللي هي الماركاج ميكس، ما بين ثلاثه كيديروا حراسه المنطقه والبقيه كيديروا حراسه رجل لرجل. عندهم مشاكل سهل تاخذهم، ما كيوقفوش حتى مزيان، حتى اللعابه اللي مدايرين الماركاج دوزون ما واقفينش مزيان. خضعتهم نيجيريا جوج مرات بنفس الطريقه، ثلاثه في الماركاج دوزون والبقيه انديفيديل، سهل تاخذهم صراحه، ما كيوقفوش مزيان في الكره الثابته. غير خصنا حنا نكونوا مزيانين، ماشي شي فرقه اللي تخلق لك مشكله. الا ما ماركيتيش عليهم واحد الكورنر من الاصل جاوك شي 6 ولا 8 راه عندك مشكله. فالكرات اللي كيلعبوهم هما ليهم في الكره الثابته كيلعبوها A2
وتد الفعاليه ماشي الفعاليه، الزياده العدديه في لابواط كيخافوا بزاف ما كيدخلوش لك لعابه مزيانين وبزاف بالكم، 3 اللعابه واحد يمشي لك بروميير بوطه وواحد البيلانتي وواحد دوزيام بوطه والاخر كيوقف على الحارس. فكفرقه في الكره الثابته ما عندهاش شي فعاليه وشي خطوره، سواء ماشي سوليد والكواري الثابته عليهم وماشي خطيرين والكواري الثابته ليهم، ولكن كتبقى واحد الفكره، راه الكواري الثابته ممكن واحد النهار فرقه تسيف. فمن الامور اللي خص لابد الاشتغال عليها والاجتهاد عليها هي من اللعابه كيكونوا رادين البال، ما خصكش تقولب سيرتو في كره ثابته، وسيرتو مع الفرق اللي كتكون كتدخل للماتش وهي على الورق كتبان ضعيفه. السلاح الوحيد اللي كيبقى عندها هو انهم يستغلوا شي خطا ديالك في شي كره ثابته يماركيو ويندموك، كيوليو يديروا دفاع ديال الماتش ديال العمر ديالهم لا يديروه معنا. زائد حاجه اخرى وهي لي كونتر كيكونوا خطيرين، زائد عندهم جوج لعابه في لي كونتر مزيانين، ساماطا وكذلك مصوفا. الجوده والامكانيات ديال المنتخب ديال طنزانيا فرديا على المستوى ديال لي كونتر في اللعابه اللي متوفرين عليهم افضل من زامبيا، فما خصناش نغلطوا معاهم سيرتو في هذيك لي كونتر، ما خصناش نتحلوا ونخليهم انهم يمشيو في لي كونتر رابيد. فهذه طنزانيا كفكره اوليه كمتابعين خضيناها، فكنتمنوا الستاف ديالنا يكون واخد معطيات بدقه اكثر من اللي خضينا حنا كمحبين، والاهم والهدف ديالنا كامل هو نربحوه وناخذوا الماتش ديالنا وما كرهتش انه ناخذوا الماتش ديالنا بواحد الاريحيه، بشي 3 الاز مرتاحين، بشي 4 باش الشوط الثاني يعطي فرصه للعابه اخرين واهم العناصر ديالنا يجلسهم، حيت الصعوبه فين غادي تبدا هي راه بدات من الماتش ديال التومن، غير هي الدرجه الكبيره ديال الصعوبه اللي تبدا تلعب مع منتخبات ذات القبعه الاولى والثانيه اللي تقريبا هاد المنتخبات ما جربناهمش، يلاه جربنا مالي في شابو الثاني. هي اللي تكون صعيبه، وخصنا اللعابه ديالنا كلشي يكون موجود، ما يكونوش اصابات، ما يكونش العياء، ما يكون حتى شي حاجه. خص اللعابه ديالنا يكونوا مزيانين، باش نكونوا مزيانين ما نتعذبوش كونطار طنزانيا، ما نحقروهمش، باش نسهلوا علينا الماتش ندخلوا مزيان والشوط الثاني في دقيقه 60 نوليو غير كنجيريو. هذه الفكره. فهاد الشيء اللي كان الخوت ما تنساوناش من الدعم ديالكم. كاينه واحد الرحله ديالنا المليون ابوني الحمد لله في الكان هذا تزادت 100 راه ماشي سهل الصراحه، 100,000 ابوني تزادت، فباقي طامحين وطامعين بالمزيد انهم الاخوه سيبورتيونا ويدعمونا الى بان لهم من طبيعه الحال هذا المجهود المتواضع يستاهل، في ظل اننا كنبارطاجيو الشغف ديالنا والرؤيه ديالنا والتحليل ديالنا مبني على واحد الراي اللي كنبارطاجيو. بعض المره يقدر يكون كيتفق معاه بزاف، بعض المره يكون العكس، فعادي جدا. المهم النيه واضحه وهي الدعم الكامل للفريق ديالنا والمنتخب ديالنا، باش ان شاء الله نمشيو كاملين برحله ما بين ستاف، ما بين مسؤولين، ما بين الجمهور، ما بين نحن كصناع محتوى كاعلام الى اخره، نمشيو بهدف واحد وهو نحققوا الكان باذن الله. وراه قادر نحققوه هذه المره، راه قادر نحققوه ماشي بالهضره وصافي، بكل شيء حتى بالعمل، راه جميع الامور ميسره والظروف ميسره باش ان شاء الله نديروا كان اللي يكون استثنائي. فهذا الشيء اللي كان. ما تنساوناش حتى كذلك من الاراء ديالكم على طنزانيا والتوقعات ديالكم الماتش كيفاش ممكن انه يخرج، الريزلت ديال الماتش والنتيجه. واللي ما دارش ديك لايك ونساها فهذه الفرصه، انا فكرتكم دير لايك، تشيكي واش درتيها ولا نسيتيها، لكن انت ما درتيهاش فخلي لنا لايك، فهي واحد الداعم اساسي للالغوريثم ديال اليوتيوب باش كيعاوننا في الفيديو كيمشي مزيان. هذا الشيء اللي كان عندنا الخوت. كان معكم محمد الحجوي من قناه منتخب فانز، حمزه العصامي خلف الكواليس في الاخراج، تحياتي خويا حمزه. وصطاف اللي معنا ما بين يوسف العشابي كديزاينر اللي كيوجد لنا بزاف ديال الحوايج، يونس بن زياد اللي مسؤول على الاناليز فيديو والرؤيه ديالنا والتحليل ديالنا لكل خصم والمنتخب المغربي كيكون بشي حاجه اللي فيها واحد الدقه، وباش داكشي يكون تماشيا مع القيمه ديال الجمهور المغربي والمتابع المغربي. شنو خصو باقي خصنا نزيدو نجتهدوا حيت نستاهلوا شي حاجه ماده اعلاميه اللي تكون طوب وتكون واعره بزاف. وشكرا جزيلا. كان معكم الحجوي من قناه منتخب فانز، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.